السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل بس ما اخش في موضوع الفيديو، حابب اشكر الناس اللي بتكتب لي تعليقات ايجابيه على اليوتيوب. الناس اللي انا في حياتي ما كنت اعرفها، ولا في حياتي شفتها، ولا هي شافتني قبل كده. لما يجي لك تعليق من حد غريب انت ما تعرفهوش، بيبقى الموضوع والله حلو جدا، يعني بيبقى احسن بكتير من التعليق ان حد انت تعرفه، يعني لان اللي تعرفه ده كده كده انت متوقع منه انه يكتب لك حاجه تفرحك او يدعمك بشكل ايا كان الشكل اللي بيدعمك بيه. لكن انا حابب اشكر الناس والله بجد اللي ما تعرفنيش وبتكتب لي تعليقات كويسه. يعني في ناس بتكتب لي انا هتابعك من النهارده عشان انت بتقول كلام كويس، او كلام الحق، او انت طريقتك في الكلام عجبانه. حبايبي والله ربنا يخليكم ليا انا والله العظيم بجد التعليقات بتاعكم دي بتغير مودي والله. وبشكر برضو الناس اللي بتكتب لي تعليقات سلبيه وتقول لي انت بتنافق وانت بتعمل يا عم انت تعرفني عشان انافق؟ يا عم ماشي. شفت المثاليه اللي انا فيها؟ بشكر الناس اللي بتكتب لي تعليقات سلبيه أهو. الفيديو الاخير جايب 2600 مشاهده. حبايبي لايكات بقى كتير، لايكات كتير بقى عشان يوصل اكتر. واللي يوصل له الفيديو يعمل لايك عليه وسبسكرايب للقناه. وفكروا كده تعملوا شير للفيديو. عايزين بقى نوصل اكتر عشان في الموسم الكروي خلاص المصري داخل بعد اسبوع اهو. هبقى معاكم ان شاء الله بعد كل ماتش للزمالك، وبعد كل ماتش للاهلي برضه هنحلل نقط الضعف والقوه اللي في الاهلي، ونحلل الماتش بتاع الاهلي مشي ازاي، سواء ان شاء الله خساره او مكسب. وان شاء الله اي حدث كروي موجود هتلاقيني موجود معاك في وشك. المهم يا صاحبي، فيديو النهارده متقسم لجزئين. الجزء الاولاني تصريحات الكابتن عمرو الجنايني مع ابراهيم عبد الجواد، والجزء الثاني هتلاقيه عن امام عاشور عايز يرجع الزمالك بقى، والزمالك بيفاوض وقال له ما تجددش والكلام ده كله. بص الجزء بتاع امام عاشور هنتكلم عليه في الاخر. هتلاقيني مقسم لك الفيديو في الديسكربشن، لو عايز تخش على جزء امام عاشور روح. عايز تكمل معايا الفيديو لحد الاخر حبيب قلبي. قبل بس ما نخش في تصريحات ابراهيم عبد الجواد مع عمرو الجنايني، كابتن عمرو الجنايني، بحته امام عاشور دي هديك جزء بسيط عنها كده، نبذه بسيطه. يا جماعه الكره المصريه في مصر بتمتلك حوالي 15 20 برنامج كروي. ده اللي هو الفضائيات، مش بتكلم على اليوتيوب. عندك مثلا فوق ال 15 برضه 20 قناه رياضيه. الناس دي هتشتغل منين في الفتره اللي ما فيش فيها كوره؟ يعني فتره ما فيش فيها دوريات، ما فيش فيها كاس، ما فيش فيها احداث رياضيه عالميه ولا مصريه. الناس دي هتشتغل منين؟ قول لي كده. يلا. لازم يعمل لك حدث اعلامي بوم. البرامج دي بقى تشتغل عنها وتتكلم عنها. ما انت هتلاقي ان البرامج دي عندها ناس شغاله، عندها عمال، عندها فنيين، عندها مذيعين، عندها بروديوسر، عندها كاميرا، عندها كل الناس دي بتاخد فلوس. هو هيجيب مشاهدات واعلانات منين؟ المواضيع اللي زي كده. فيستغفلنا احنا، فهنخش نتفرج، فتلاقي الناس كلها بتسخن، فتلاقي الكلام بيكتر، فتلاقي الاعلانات بتزيد. هي كده. ده موضوع امام عاشور باختصار، قبل ما اكلمك عنه في اخر الفيديو رايي ان هو يرجع الزمالك وما يرجعش، يعني ده لو هو عايز يرجع الزمالك. المهم خلينا بقى في تصريحات الكابتن عمرو الجنايني مع ابراهيم عبد الجواد. اول تصريح استفزني وضايقني في الموضوع فعلا، لما ابراهيم عبد الجواد بيقول له يا كابتن عمرو، مين احسن لاعب في مصر حاليا؟ رد بكل بساطه وبكل هدوء وبكل ثقه: حسام عبد المجيد. انا مش عارف. انا مش عارف والله. احنا ما بنتعلمش؟ يعني احنا كجمهور كوره بدانا نتعلم ونحس ان لا، اللاعب ده بالنسبه لي هو موظف، هو اداه. المسؤولين والاداره ايه؟ مش جاي معاكم سكه خالص. يا جماعه مش هو ده حسام عبد المجيد اللي فاضل في عقده سنه ونص او سنتين، وانت بتعرض عليه التجديد لانه هو بياخد مليون ونص اقل فئه في الزمالك، فانت عارض عليه مبلغ ما يقارب ال 15 او 18 مليون جنيه تقريبا، والراجل رافض وعايز يحترف في الدب الروسي؟ صح؟ او الخور النيوزيلندي مثلا عايز يحترف. مش ده اللاعب اللي بيماطل معاك هو واخوه برضه بقالهم اكتر من 3 4 شهور ومش عايز يجدد، وبقالك اكتر من سنتين بتفاوض فيه عشان تعدل له عقد وتجدد له تزود السنين بتاعته؟ هو. طب ليه؟ طيب ليه هتخليه برضه يتغرى على النادي؟ ليه هتخليه يمسك في الكلمه ان هو انا احسن لاعب في مصر حاليا، ويبدا يحس ان هو عند الاداره فعلا احسن لاعب في مصر، ونبدا بقى نطبل من تاني ونليس من تاني ونلاقي لاعب ركب على كتافنا من تاني؟ ليه يا كابتن عمرو؟ طب ما اسالك مين احسن لاعب في مصر؟ والله يا جماعه لو انت مش عايز تقول ان في لاعب في الاهلي احسن لاعب في مصر، او مش عايز تقول امام عاشور او زيزو او فلان او علان، قولها ببساطه كده: والله يا جماعه اللعيبه المصريه بقت كلها شبه بعض، والفرق في كواليتي المحترفين، لان كل كواليتي المصري بقى شبه بعضه، والفرق ما بينهم بسيط. وانا بالنسبه لي ما بقاش في لاعب احسن لاعب في مصر، انا بالنسبه لي منظومه هي اللي بتنجح اللاعب. بسيطه. بسيطه يا كابتن عمرو. مش انا اللي اعلمك تقول ايه. انت راجل كنت يوم من الايام رئيس اتحاد الكوره،
وهنرجع للحته دي في بتاعت رئيس اتحاد الكوره دي قدام، مش هنقف عندها كتير عشان تصحيحات كانت كتير. التصريح التاني بيقول لك ان كنا قاعدين في جلسه مع زيزو في تجديد العقد، و قال لك يا جماعه احنا اتهنا وكده، فقلنا له مين اللي هانك، فبص في الارض زعل. فساله ابراهيم عبد مين؟ زيزو. قال له لا، ده صاحب زيزو. فقال له مين اسمه ايه؟ قال له اسمه ايه كده، اللي هو صاحب زيزو ده، معتز. بالله عليك هو اصلا يقعد مفاوضات بتاع ايه معتز؟ البرو يقعد بتاع ايه؟ يعني يحضر مفاوضات نادي بحجم الزمالك في لاعب هو بيمتلك عقده عشان يجدد له، يحضر فيها واحد صاحبه ليه؟ طب ابوه قال لك الوكيل بتاعي. هو بقى معتز ده يقعد معاه ليه؟ يقعد مع الاداره بتاع نادي الزمالك ليه؟ باي صفه طيب؟ يا عم ماشي، طب انت معتز ده انتوا خايفين على زعله قوي عشان قال لك احنا اتشتمنا فهيمشي عشان زيزو صاحبه هيمشي عشان خاطره؟ وبعدين طيب، كان بيتضرب عشوائيه الزمالك صح؟ صح؟ وقعدنا مع الراجل مره واثنين وثلاثه، وكان عايز 50 مليون جنيه مقدم تعاقد و80 مليون جنيه عقد سنوي، واتدبرت الفلوس من بره النادي. طب يا كابتن عمرو، ما انا عندي ليك سؤال بسيط يعني، او طلب بسيط بعد اذنك. الفلوس اللي هي اتجمعت دي، خلاص هو زيزو كده كده مشي، ربنا بقى يصلح حالنا وحاله. طب ما تيجي نحط الفلوس دي يا كابتن عمرو في مهاجم سوبر مثلا اجنبي. انت بتتكلم في 50 مليون جنيه مقدم تعاقد وعقد سنوي 80 مليون جنيه. يا عم قول انت وفرت نص العقد السنوي، مش هياخده كله في وقت واحد. انت بتتكلم مثلا في 120 مليون جنيه، 2.5 مليون دولار. طب ما تيجي ال 2.5 مليون دولار دول نحطهم في اجنبي سوبر، ينقل الزمالك نقله ثانيه، يعرف ينافس، يبقى عندك لاعب سوبر ولاعيبه كتير بتخدم. يا عم بلاش، مش عايزين بقى اللعيبه يكون في معلمين في الفرقه. ما تيجي نجيب وينجين تقال. لو نزلت يا معلم افريقيا، ولا رحت امريكا الجنوبيه، ولا رحت اسيا، هتجيب وينجين تقال قوي بال 2.5 مليون دولار. يا عم هات وينج واحد تقيل مكان اللي مشي بنفس الفلوس. كنا هنحط موارد النادي كلها تحت رجل اللاعب ونسيبه يتشرط ويتنك علينا. يقول لك اصل زعلت ابويا، اصل صاحبي زعلان، اصل بنتي قايله نامت متاخر امبارح فصحت ما راحتش الحضانه فانا زعلان منكم، فانا مش هجد عشان اخر الحضانه، قالت لك ان هنزود 30 جنيه مصروف. في يا عم، لما هو اللاعب يلاقي ان النادي مفطيره بالمنظر ده، ما هو لازم يركبنا كلنا، من جمهور بقى، الاداره، السوشيال ميديا، اللي اصغر عامل في النادي. صح؟ اللاعب لما عربيته اتخبطت في النادي قال لك انا عايز اصلحها على حساب النادي، اصل العامل اللي كان سايقها. طب انت اديت له المفتاح ليه يا كابتن؟ اصله بيركنها، ما تركنها لنفسك يا عم. هو يعني انت الركنه بتاعت النادي بعيد عن النادي؟ انا كلها بتتركن، انت بتخش من باب النادي بتركن جوه النادي. ده مرتضى منصور مره راح جاب محمد عبد الغني من التدريب، قال له شيل عربيتك انت راكن مكان عربيتي. يعني مش جراج مثلا معمول ده باسم ده، الحته دي باسم فلان وده باسم علان. بقول لك مرتضى منصور راح جاب محمد عبد الغني من التدريبات، قال له شيل عربيتك انت راكن مكان عربيتي، انا جبتك بتوك توك، دخلتك النادي بتوك توك، بقيت راكب بي ام. انا فاكر ساعتها في نفس اليوم محمد عبد الغني نزل ستوري وهو راكب توك توك. من يومنا عايشين في عبث، بنطبطب ونحايل وندادي، بنطبطب ونحايل وندادي، واللاعب ده يمشي من عندنا يدينا على قفانا ويمشي، فنجيب لاعب تاني مكانه في النادي ايا كان بقى في اي مركز هو ايه، ونعمله بقى هو التمثال الجديد، يلا انت هتبقى احسن لاعب في مصر، خش خش جنب اخواتك، هنفضل ننفخ فيك لحد ما تركبنا احنا كمان. عبث، اقسم بالله عبث. كابتن عمرو الجناني بيقولوا له انت حزنت على مين اكتر لاعب مشي من النادي الزمالك وحزنت عليه، اشرف بن شرقي ولا زيزو ولا منصور؟ لكن هو مشهور. مش انت كنت موجود يا كابتن في المجلس ساعتها؟ مشيته ليه؟ كان فاضل في عقده سنه ونص، مشيته ليه؟ طب لما جه يرجع ما رجعتوش ليه؟ هتقول لسه كنا عايزين 3 مليون دولار النادي بتاعه. طب ما انت واخد 3 مليون دولار قبلها 6 شهور وما جبناش حد مكانه. انا فاكر ان هو اتباع في اخر يومين في الانتقالات. احنا اصلا كنا عايزين ندعم نص الملعب، فاحنا مشينا امام عاشور في اخر يومين، ما جبناش حد مكانه، فالفلوس كانت موجوده، ما دفعتهمش ليه وجبته؟ قول لي ما دفعتهمش ليه وجبته؟ مش هتعرف تقول، لان هي اصلا الفلوس الورق ساعتها بتاع عقد البيع ما كانش موجود في النادي، ف 3 مليون دولار اتحطوا في الجيب. مين بقى اللي بيحاسب؟
مين اللي بيراقب؟ مفيش. عارف امتى يطلع وزير الداخليه او وزير الداخليه مين بس؟ امتى يطلع وزير الرياضه يحاسبك ويقول لك عندك قصور في الفلوس وعندك وهنخش في لجنه حسابات ونوقف النشاط في النادي ونهد الطوبه بتاع النادي ونحل المجلس لما يلاقي عندك استقرار. لما يجي داخل على نهائي افريقيا. لكن لما يكون عندك عك ولخبطه والناس اصلا بتختلس فلوس والكلام ده ما يقولكش حاجه، هيسيبك. فاحنا بنتضرب عبث، والناس اللي عايزه الناس تديرنا بعبث مبسوطين بكده. احنا الاداه التسليه ما بين الفرق. يعني احنا اكتر تاني جمهور، مش هنضحي طبعا بالاولاني، فنجيب اكتر تاني جمهور هو اللي هيعمل البوم عندي، هو اللي هنشتغله. اصل احنا لو جبنا فريق عادي ما حدش هيبص له، يعني ما حدش هيتكلم عنه. فانا كل 5 6 سنين هرمي لاكتر جمهور قنبله تهد فيه سنه، وارجع بعد كده احييه، واجي عند الفريق الثاني ادي له قنبله 10 سنين تموته. تصريحات كتير ضايقتني في البرنامج ده، تصريحات كتير قوي، تصريحات كتير لو وقفنا عندها مش هنخلص. منها التصريح اللي هيدخلنا على حته امام عاشور، بيقول له مين من النادي الاهلي لاعب تتمنى تضم نادي الزمالك؟ قال له اي لاعب زملكاوي في النادي الاهلي تحت امره. ينور. هي تكيه يا كابتن، لا بجد هي تكيه. تكيد باباكم هي النادي ده عزبه؟ ما خلاص بقى، كان صاحب العزبه مشي، صاحب العزبه مشي وخد الحرس بتاعه. مش تكيه هي يا كابتن. هنرجع بقى نقول ان اي لاعب هنعمل بيه بوم عشان نرد على صفقه زيزو. ما تردش على صفقه زيزو. انا كجمهور مش عايزك ترد على صفقه زيزو. انا كجمهور عايزك تجيب لي اللاعب اللي يفيدني. وزي ما طلع اخبار من اليوم السابع وقرار 24 ان امام عاشور الزمالك بيفاوض عشان ما يجددش عقده، فاللاعب يوقف في تجديد عقده عشان يرجع الزمالك بقى. يا جماعه لسه امام عاشور فاضل له في عقده سنتين. يعني لو حب ما يجددش عقده خلاص يا باشا كمل بعقدك القديم زي ما انت، اللي هو 15 مليون جنيه والدعايه 50 مليون. انت عايز 150 عايز 100 خليك بال 50. طب معلش سؤال، هل احنا كنادي الزمالك في الوقت الحالي عندنا القدره الماديه ان احنا نجيب لاعب من احسن لعيبه افريقيا زي امام عاشور؟ لا. طب هل انت اصلا عندك الدعم الخارجي اللي بيتقدم للنادي الاهلي عشان تعرف تجيب لاعب بالكواليتي دي دلوقتي؟ لا. مش هقول لك بقى ان هو في الاخر اصل داس على بالونه بيضه ومش عارف وهاني النادي وسابني ومشي وخني يا جماعه لا، مش ما تكبرش الموضوع. اصل اي واحد لو يقول لك عاوز واقف في عينه. هتقول لي انت ازاي هتسامحه بعد ما داس على البالونه وعمل وكان بينزل ستوريهات والنسر اهلاوي وانا ابن التتش والتالتة يمين؟ يا معلم ده شتمك بامك واخواتك وباهلك جميعا، وشتم عيله صالح اللي هي اكبر عيله في تاريخ النادي الاهلي، وشتم رموزك وسامحته. قبل ما يمضي ويعلن بيوم الجمهور كان واقف في الاستاد بيقول لك امام عاشور مش عايزينه وصالح سليم مش ناسيينه. تاني يوم بعد ما مضى امام عاشور يا رايق البيت البيضه بتتضايق. ما تمثلش عليا، ما تحلوش بالله عليك، ما تحلو عشان مش ناقص وجع قلب. انا هتكلم دلوقتي كافاده كرويه. خلاص احنا عايزين ننحي بقى المشاعر والعاطفه عن اللعب. مش دلوقتي اللعب بقى استثمار اكتر ما هو متعه، اكتر ما هي رياضه ترفيهيه. باشا انت هتفيدني تعالى تنور. لو انا هعرف اجيبك واحكمك واحكم تصرفاتك. مش هتفيدني مش عايز ارد عن صفقه الاهلي، مش عايز اقضيها مكايدات وافضل اهدر في خزينه النادي في المكايدات باللي بتحصل. انا افضل ادوس في خزينه النادي وابوظ في خزينه النادي وابوظ استقرار الفريق وابوظ اوضه اللبس. وعشان ايه؟ عشان اجيب نجم. اصل النادي الاهلي انا ضربت فيه زي ما ضرب فيه. يا عم مش عايزها. برشلونه لما ريال مدريد خد دوس فيجو ما ردش عليه ان هو جاب من عنده لعيب من اوضه اللبس بتاعته. لا، رد عليه ان هو بنى فريق قوي، خد بطولات 10 سنين قدام، اكتسح 10 سنين قدام. صح؟ انا بقى مش مستني ان انا ارد على صفقه زيزو بلاعب بوم. انا عايز ارد على صفقه زيزو ان انا ابني الفريق بتاعي اخد بطولات، ارد عليه اقول له ان النادي بتاعي ما وقفش عليك. يلا بالجزمه. زيزو بقى امام بن شرقي كهربا معتز ايه؟ فين كهربا صحيح؟ ليه جمهور الاهلي مش بيدعم كهربا؟ طب ليه جمهور الزمالك مش بيجي على كهربا؟ هو يا صاحبي كان ترند ومشي، كانت لقطه عملوها الاهلاويه ومشي. نفس النظام ده برضه في جمهور في زيزو في امام عاشور وفي بن شرقي. النادي هتاخد لقطه وتمشي، هتاخد وقت وتمشي. هم هيحلبوهم فلوس، بس الدعم المعنوي، الدعم اللي هو بقى الجمهور في ظهرك والكلام ده كله باشا لقطه. وعلى ما مستواك يقل هيرموك بالجزمه. بس انت مش ابن النادي يعني، انت مش حبيبهم اللي سبتهم بقالك سنين، لا خالص.
ما عندهمش هم العاطفه دي. هتاثر في الملعب، رجليك مش هتشيلك زي كهربا، ركبك هتخبط على الجنان مع الانفراد، هتضيع ضربه جزاء ولا ضربتين جزاء، هتطلعهم من البطوله، هيرميك بره، واكتر ناس هتنتقدك. دلوقتي امام عاشور مثلا وزيزو ما حدش يقدر ينتقدهم في النادي الاهلي، ما حدش يقدر، ما حدش يستجري. تعالى بعد كده مثلا سنه واثنين وثلاثه يطلع نجم تاني في الزمالك في الاهلي يبقى عايز ياخده، فخلاص دول كان على جنب شويه، والله مستواهم قل، ضيعوا، لخبطوا في الكلام، عملوا مشاكل، يا باشا ارمي. زي ما طارق سعيد قال قبل كده، اللي لعب في القطبين زي اللي رقص على السلم. مش هنكمل بقى المثل. زمان كان اي لاعب ينتقل من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي كان بيحصل مشكله كبيره، كان بيبقى حاجه صعبه. دلوقتي انا كل سنه الزمالك بياخد الاهلي بياخد من عندي اثنين لعيبه. انا قعدت لي مثلا اخر 5 سنين هتلاقي الاهلي خد من عندي مؤمن زكريا، كهربا، امام عاشور، زيزو، اشرف بن شرقي. دي لعبه لعبت عندي. هو جاب امام عاشور واشرف بن شرقي مش من عندي، جابهم من بره، فخلاص انت حر. لكن هو خد عندي 3 من قلب النادي. نمنا صحينا لقينا بيلعب في النادي الاهلي. مؤمن زكريا جاب جول النهارده في الزمالك مع الزمالك، كان بيبوس الشعار. تاني يوم الصبح كان بيلعب في النادي الاهلي، تاني يوم على طول لما جاب جول في الجون انا فاكر. تاني يوم كان بيلعب في النادي الاهلي، جاب جول ار2 حلو كده. باشا تاني يوم حرفيا، مش بقول لك مثال، ده تاني يوم كان بيلعب في النادي الاهلي، كان بيصور بتيشيرت النادي الاهلي في التتش. عادي. الناس دي عامله على مصلحتها، اعمل انت بقى على مصلحتك. ما تطلعش تليس لي مع لعيب. انا من ساعه ما بدات انا بقول نفس الكلام، صوتي اتنبح. في ناس انا عارفها بقى لها سنين بتقول نفس الكلام. الجمهور نفسه بدا عقليته تتغير، خد بقى الاداره تتغير، فكر الاداره يتغير. لو هتقدر تجيب امام عاشور يا باشا خش هاته. ده لاعب لما رجع اتمرن في نادي الزمالك وكان مصاب وكان عايز يكمل وانت ما خلصتوش، قلت له ادفع 3 مليون دولار وارجع لي. نعم يا اخويا، هو مش هيدفع، لو انا مكانه مش هدفع 3 مليون دولار وارجع لك. انت مجنون. إيه اللي يخليه يسيب الاستقرار المادي اللي عنده والدعم اللي عنده والبطولات اللي بيشارك فيها عشان يجي لك وانت مش هتديله فلوس؟ لا يا باشا، انت هتقدر بقى تديله فلوس، ووفرت فلوس فعلا من رجال اعمال ينعل. نفسي اشوف رجل اعمال حقيقي في نادي الزمالك بيدعم، ما يطلعش يقول انا دعمت وعملت وسويت بس بيدعم. مفيش، كل بيطلع انا دعمت وسويت وما بيدعمش. نفسي. فبالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم اشتغلوا صح. كل كلمه في الفيديو، اي فيديو بنهيه بقول لك نفس الكلام، اشتغل صح. لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمني وصوتي يوصل هفضل اقول لك اشتغل صح. تمام. تعرف تجيب امام عاشور هاته، تعرف تجيب ديانج هاته. مش هتعرف ما تصرفش اخبار، عشان ما يجيش الاهلي لما يجدد لامام عاشور بعد اسبوع يطلع يقول لك احنا انتصرنا، وامام عاشور لما الزمالك رن عليه قفل في وشه السكه، واسمع صوت العمر يا كابتن، اسمع صوت القطر يا كابتن جون ادوارد، وانا هكمل في النادي الاهلي، وانا اخترت الاهلي على اي فريق تاني، ويعمل لي حوار ويعمل انتصار وهمي على حسابنا. بعد اذنكم، سلام.